منكم ساكن في بيته ودائما عنده في بيته قلق او يسمع اصوات او ما يرتاح في النوم او يجد قلق او اذا عنده اطفال او عنده عيال دائما فيه طاق في البيت ودائما مشاكل، او هو بنفسه يتحرك من فراشه ينتقل من مكان لمكان بدون احساس، او احد من الابناء فجاه يصحى من نومه يصرخ ويبكي. فاحنا نبغى تستعينون بالله سبحانه وتعالى وتبدون تطبقون من الان في بيوتكم بمشيئة الله سبحانه. او صوت تكسير في البيت او حركه او باب يفتح او باب يغلق او صوت ماء موجود في البيت، او كان في احد من الاطفال يزهم علي بعدين اقوم الاقيه نايم ما زهم عليه ولا شيء، او تسمع صوت زوجها ينادي عليها ما في احد نادى اصلا، او من ذي الامور كلها. مباشره تقولون في بيوتكم هذا الذكر، دائما تدورون من كل غرفه في غرفه، تتنقلون في الغرفه وكانك قاعد تمر في بيتك. نظف بيتك، اصوات الفناجيل، القرقعه اللي في بيوت. دوروا في البيت قولوا بسم الله الله اكبر اذا زلزلت الارض زلزالها. في البيت دوروا في البيت واقرأوا سورة الزلزلة في البيت. المكان اللي بيصير فيه قشعريرة أو حرارة أو كهرباء في الجسم أو أذى أو تحس إن في صوت صدر حولك أو أحد نادى عليك بنفس المكان، معناته المكان هذا اللي أنتم فيه البلاء. اوقفوا في هذا المكان. الغرفة هذه فيها مثلا لا سمح الله حسد أو عين أو شيطان موجود في هذا المكان، دائما يحاول يؤذي منطلقا من المكان. لذلك تقرؤون في بيوتكم سورة الزلزلة، تبون تشوفون فيها عجب العجاب.